بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. غنحاولوا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى التي سنخصصها للحديث عن أحكام المسبوق، لأن واحد العدد ديال الناس تيوقع لهم إشكالات ملي تيدخلوا للمسجد، تتلقاه مسبوق مثلا بركعة ولا ركعتين أو أكثر، فملي تيسلم الإمام ما تيعرف كيفاش غادي يجبر الصلاة ديالو، كيفاش غادي يزيد هذاك الشيء اللي خصو. قبل ذلك المسبوق عند الفقهاء تيقصدوا به هذاك المصلي اللي دخل مع صلاة الجماعة وفاتته ركعة فأكثر، يعني المسبوق كل مصل فاتته ركعة فأكثر. بالنسبة للركعة، باش كيدرك المصلي الركعة باش نقولوا أنه راه ما فاتوش، لأن واحد العدد ديال الناس تيركع، فبمجرد ما تيركع مازال ما قال سبحان ربي الأعلى تيقول الإمام سمع الله لمن حمده، هو تيقول بأنني أنا ما سبحتش مع الإمام فبالتالي راه هذه الركعة ما محسوباش. لا، الفقهاء تيقولوا بأن الركعة تتدرك بمجرد أنك تركع ودير اليدين ديالك على الركبتين، يعني بمجرد ما تدير يديك على الركبتين ديالك بلا ما تقول ديك سبحان ربي العظيم، بمجرد تمكين اليدين من الركبتين كتسمى أنك دركتي الركعة مع الإمام، فبالتالي راه تحتسب لك. فبالتالي المسبوق هو المصلي الذي يدخل مع صلاة الجماعة وتتكون فاتو ركعة فأكثر، فهذا هو اللي تسميه الفقهاء بالمسبوق.